السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي ومتابعيني، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة في قناتكم البورصة السعيد عبد الفتاح. النهاردة هنتكلم أصحابي معانا في أسعار الرز الشعير، ومعانا أسعار الرز الأبيض، وأسعار مكونات الأعلاف أهمهم الذرة الصفراء وفول الصويا، وكمان معانا أسعار القمح والفول. يلا بينا أصحابي نثبت حضور ونصلي على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ونعمل لايك للفيديو ونشترك في القناة، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. بسم الله. أسعار الرز الشعير، وهنخش في الأسعار على طول. سجل سعر الأرز الشعير العريض. الشعير العريض النهاردة أصحابي الأسعار تتراوح من 17700 جنيه ل 18000 جنيه للطن وصال المضارب. ده بالنسبة لأسعار الرز الشعير العريض الأعلى جودة، نسبة تصافي عالية. الشعير الرفيع، الشعير الرفيع النهارده الأعلى جودة الأسعار تتراوح من 16700 جنيه ل 17000 جنيه للطن وصال المضارب. ده الشعير الرفيع. طبعا الأسعار أصحابي بتختلف من مكان لمكان ومن محافظة إلى محافظة. بالنسبة للرز الأبيض العريض، رز أبيض عريض أعلى جودة، مخدوم كويس من المضرب، زيت بخار سوليتكس، كسر من 8 إلى 10%، كسر من 8 إلى 10%. الأسعار تتراوح من 27500 جنيه ل 27800 جنيه للطن من أرض المضرب. بالنسبة للرز الأبيض الرفيع، رز أبيض رفيع الأسعار تتراوح من 26300 جنيه ل 26600 جنيه للطن من أرض المضرب. ده بالنسبة للرز الأبيض الرفيع أعلى جودة، طبعا زيت بخار سوليتكس، كسر من 8 إلى 10%. بالنسبة لأسعار مخلفات الأرز الشعير، سرسة المطحونة النهاردة الأسعار تتراوح من 1300 ل 1500 جنيه للطن. السرسة البلدي أسعار الكيلو، والسعر كيلو بيبدأ من 7 جنيه ل 8 جنيه، ده أسعار السرسة البلدي. أسعار الكونة، أسعار الكونة من 11300 جنيه ل 11500 جنيه للطن من أرض المضرب. سعر الكسر الأرز الناعم الأسعار تتراوح من 13000 جنيه ل 13200 جنيه للطن من أرض المضرب. ده بالنسبة أصحابي لأسعار الرز الشعير وأسعار الأرز الأبيض ومخلفات الأرز. شكارة الرز ال 25 كيلو رز عريض أعلى جودة من المضرب من 700 ل 750 جنيه. كيلو الرز الأبيض النهاردة أصحابي من 35 ل 40 جنيه. في برضو رز أعلى من كده اللي هو نسبة الكسر اللي هو يعني نسبة الكسر 0% أو 2%. كيلو الرز الشعير برضك بعامل 30 جنيه. ده بالنسبة للرز الشعير. ده كل ما يخص الرز أصحابي. يا ريت تدعمونا بعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة. بالنسبة لأسعار مكونات الأعلاف، مكونات الأعلاف النهاردة بالنسبة للذرة الأصفر. الذرة الأصفر النهاردة أصحابي البرازيلي، الذرة الأصفر البرازيلي 13300 جنيه للطن صب أرض المينا. الذرة الأصفر الأوكراني 12200 جنيه للطن صب أرض المينا. الذرة الأصفر الأرجنتيني النهاردة صب أرض المينا 13300 جنيه للطن. ده بالنسبة للذرة الأصفر المستورد. الذرة الأصفر البلدي، ذرة أصفر بلدي النهاردة الأسعار تتراوح من 13300 جنيه ل 13600 جنيه للطن. الذرة الأصفر البلدي. أما بالنسبة للذرة الأبيض البلدي من 12500 ل 12800 جنيه للطن. ده بالنسبة كل ما يخص أسعار الذرة. أسعار كزب فول الصويا، كزب فول الصويا 46% 26500 جنيه للطن. فول الصويا تركيز 44% بروتين 25500 جنيه للطن. بالنسبة للصويا البلدي 46% ب 26500 جنيه للطن. ده ما يخص فول الصويا. بالنسبة أصحابي للدقيق، الدقيق 24% تركيز وتركيز 27%، الأسعار تتراوح من 16000 ل 17000 جنيه للطن. سعر كيلو الدقيق من 23 ل 25 جنيه على حسب نوع الشركة. بالنسبة لأسعار الدقيق. أسعار القمح، أسعار القمح بالأردب والأردب بالقمح 150 كيلو من 1900 جنيه ل 2000 جنيه للأردب. تقريبا سعر الطن من 12500 ل 13500 جنيه للطن، سواء كان قمح مستورد أو قمح بلدي. ده أسعار القمح. التسعير 2000 جنيه للأردب زي ما احنا عارفين.
الاسعار تتراوح من 4300 جنيه ل 4500 جنيه للاردب. اسعار الفول بالطن من 29000 جنيه ل 30000 او 31000 جنيه لطن الفول البلدي الثلاجات الاعلى جودة. سعر كيلو الفول 36 جنيه لسعر الكيلو في المحلات. ده بالنسبة لأسعار الفول. طبعا أسعار القطن أصحابي زي ما احنا عارفين، أسعار القطن قطن الجيزة 94 مخزنين وتجار، الجيزة 94 من 10000 من 10500 ل 11000 جنيه. قطن جيزة 96 القطن جيزة 96 من 11000 ل 12000 جنيه للإنطار، والإنطار 157 كيلو ونص. ده بالنسبة لأسعار القطن. أستأذنكم أصحابي في نهاية الفيديو عمل لايك للفيديو لو سمحت، مش هيخسر حضرتك حاجة ولكن بيفيد القناة في الانتشار. اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة بالضغط على زر اشتراك، هتلاقي اسفل الفيديو كده تحت الفيديو كلمة اشتراك، اضغط على كلمة اشتراك وجنبه جرس حلو لطيف كده اضغط عليها هيجيب لك الكل، اضغط على الكل عشان خاطر يوصلك كل الاشعارات وكل الفيديوهات الجديدة اللي احنا بننزلها على قناتنا، قناتكم المفضلة دائما قناة البورصة السعيد عبد الفتاح. وما تنسوناش ما تنسوش انك تذكروا الله لا اله الا الله، وتصلوا على حبيبي وحبيبك محمد رسول الله صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة دائمة طيبة مباركة باقية إلى يوم الدين، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.